لو لسه اول مره ليك انك تشوفنا فارجع لفيديو مقدمه عشان تفهم فكره البراكتس المجاني. اما لو انت معانا من الاول فكمل معايا. معاكم زيد من توب فلوينت، والنهارده الحلقه الثانيه من ليفل 1. النهارده تعرف يعني ايه delayed pollution وهيفيدني بايه، ونتفرج على فيديوهات لناس نيتيف وبرده الكومن ميستيكس، واكيد البراكتس في الاخر. زي ما قلنا في المره اللي فاتت، اللينكينج يعني الربط، بربط كلمتين ببعض فيبقوا كلمه واحده. وزي ما قلنا مثال make it هتبقى make it، او مثلا stand up هتبقى stand up. could you please stand up. ده كله كان بالنسبه للحلقه اللي فاتت اللي كان من consonant لفاول، وقلنا consonant يعني ساكن والفاول يعني متحرك. النهارده هتكون قاعده تانية من اللينكينج من consonant لنفس الكونسونانت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو عندي كلمتين زي stop playing فهتبقى stop playing، هضعها في الكلمة، هضعها في الصوت يبقى أقوى، بحط عليه زي ستريس كده فهتبقى stop playing. مثال تاني bad dog، معاك 5 ثواني تجرب تنطقها. هتبقى bad dog. القاعدة دي لها اسم تاني ألا وهو delayed pollution. delayed يعني متأجل، pollution يعني انفجاري. يعني إيه بقى تأجيل انفجاري؟ لو أنت طالب لغات أو مدرس فأنت عارف طبعا البلوسيف ساوندز، الأصوات الانفجارية، وهم 6: البا، با، تا، كا، جا، دا. انفجاري يعني عشان أنطقه لازم أقفل مخرج الهواء تماما وبعد كده أنطقه. تعال نجرب كده صوت البا. طب نجرب كده حرف تاني اللي هو الاس. مش انفجاري طبعا. تعال بقى نقول اصوات الستة تاني وحرك لسانك معايا. ب، ك، ج، د، ت. ايه علاقة بقى delayed pollution بالقاعدة التانية من اللينكينج؟ قبل ما اقول لك اي حاجة هسألك سؤال وتحاول تجاوب عليه في 5 ثواني، او ممكن توقف الشاشة لو انت محتاج وقت اكتر. big game ازاي تتنطق بالقاعدة اللي قلناها؟ معاك 5 ثواني. هيظهر لك على الشاشة دلوقتي الجملتين، الأولى اللي هي big game اللي هي لعبة كبيرة، والتانية big aim اللي هو هدف كبير. فلو انت قلت big aim فانت كده بتطبق القاعدة الأولى، ولو مش واضحة معاك ممكن ترجع للفيديو تاني. أما لو انت بتسترس على الجا ساوند اللي هو الصوت الانفجاري فهتبقى big game، وهي دي الصح. دلوقتي انا هنطق لك جملة وانت هيظهر لك كلمتين على الشاشة ومعاك 5 ثواني تقول أنهي واحدة نطقتها. to might. لو انت اخترت to اللي هي preposition فانت صح، اما انت اخترت Tom اللي هو اسم شخص فللاسف دي غلط. سؤال اخير قبل ما نخش على فقره native like. black cord هتبقى انهي واحده؟ لو اخترت رقم 1 فشابوه ليك وانت مركز، اما لو غلطت فيها فعيد الجزئيه دي تاني. في الفقره دي هنعرض لك فيديوهات ناس native بتعمل لك linking rule number 2 from consonant to the same consonant. And a really nice scarf. It was a little bit damp. And a really nice scarf. It was a little bit damp. And a really nice scarf. It was a little bit damp. But this is a lucky country, and today I feel lucky to be here as we mark. But this is a lucky country, and today I feel lucky to be here as we mark. But this is a lucky country, and today I feel lucky to be here as we mark. So he just cruises in a pink car, you know? So he just cruises in a pink car, you know? So he just cruises in a pink car, you know? فقره الكويز او الاختبار هنعرض لك فيديوهات ناس نيتيف بيعملوا لينكينج، وانت مطلوب منك تقول هما بيقولوا ايه بالظبط. وعادي جدا لو ما حدش واحده صح، بس تركز كويس عشان تنمي عندك مهاره الاستماع وتطبق القاعده. وما تنساش ان هيكون في سكور، كل واحده عملتها صح اكتبها في الكومنتس انت جبت كام من 3. I am not the same man I was 24 years ago. I am not the same man I was 24 years ago. I am not the same man I was 24 years ago. I am not the same man I was 24 years ago. And so what we're doing is setting up a small lab precisely to. And so what we're doing is setting up a small lab precisely to. And so what we're doing is setting up a small lab precisely to. And so what we're doing is setting up a small lab precisely to. There are lots more customs you should follow should you visit Thailand.
There are lots more customs you should follow should you visit Thailand. There are lots more customs you should follow should you visit Thailand. There are lots more customs you should follow should you visit Thailand. في خطأ شائع بيقع فيه كتير من الناس أثناء تطبيق القاعدة التانية دي، وكلمنا عنه في ديب انسايد، بس محتاجين نتكلم عنه أكتر تاني. الخطأ ده إن هم مش بيحطوا ستريس على الصوت. طب الحل؟ اعمل ستريس، بسيطة جدا. أمثلة: بدل ما تقول will it هتبقى will let. بدل ما تقول can name هتبقى can name. بدل ما تقول never run هتبقى never run. بدل ما تقول read I هتبقى read die. خلي بالك لو انت عملت الاولانيه وقلت read I هتبقى حاجه تانية خالص، اللي هو عين حمراء يعني، فبتختلف تماما في المعنى. خلي بالك. اتكلمنا عن القاعده التانية من اللينكينج اللي هي من صوت consonant لصوت consonant، اللي هو من ساكن لنفس الساكن. وخلي بالك احنا مش بنتكلم الحروف، كل تركيزنا بيكون على الاصوات. عندنا مثلا كلمه ليك اخرها حرف الاي بس اخرها صوت الكا. في الفقره دي هنعمل حاجتين: انا هجيب جمل كامله واقراها بقاعده اللينكينج وانت هتسمعني. ثانيا هيكون في تاسك ليك، جمل برضو بس انت اللي هتقراها. هتسجل طبعا ريكورد وتبعته لي على رساله الصفحه وانا ابعت لك الفيدباك. ولو مش فاهم ايه حوار التاسك والبراكتس ارجع لاول فيديو بيشرح لك كاملا. ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبه لنا تحت في الكومنتس. She speaks Spanish. Turn down. Help Paul. Foreign name.